تخيل معايا اب ما بيخلفش فيقعد يدعي ربنا وربنا يرزقه بطفل بعد 86 سنة. ربنا بيطلب منه انه يضحي بالطفل ده، فالاب يقرر انه يضحي بابنه وهو بكامل ارادته تنفيذا لامر ربنا. فايه بقى الحكاية؟ تعال احكي لك من الاول. سيدنا ابراهيم كان متجوز من ستنا سارة، وللاسف ما كانوش بيخلفوا، فستنا ساره اقترحت عليه انه يتجوز ستنا هاجر واللي كانت شغاله جاريه عندهم علشان يخلف منها. وفعلا سيدنا ابراهيم تزوج من ستنا هاجر وقعد يدعي ان ربنا يرزقه بطفل، وربنا رزقه بطفل وهو عنده 86 سنة وسماه إسماعيل. وفي يوم من الأيام ربنا أمر سيدنا إبراهيم إنه ياخد ستنا هاجر وابنها الرضيع سيدنا إسماعيل ويسيبهم في الصحراء. سيدنا إبراهيم سمع كلام ربنا وخد ستنا هاجر وابنها الرضيع وسابهم في الصحراء. الصحراء دي هي مكة حاليا، لكن أياميها كانت صحراء جرداء ما فيهاش ولا زرع ولا مية ولا ناس، وسابهم ومشي. وهو ماشي ستنا هاجر قعدت تنده عليه لكن ما كانش بيلف ولا بيرد، وقعدت تنده وتنده لكن كان مكمل هو في طريقه، لحد ما ندهت له وقالت له أهذا أمر الله؟ ما ردش عليها لكنه عمل براسه كده ومعناها إنه فقالت إذن لن يضيعنا. وسيدنا إبراهيم وهو ماشي قاعد يدعي ويقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني يا رب أنا سبت مراتي وابني الرضيع في الصحراء، فيا رب خلي الناس تروح عليهم وخلي المكان ده فيه زرع وفيه مية. ستنا هاجر لما سيدنا إبراهيم سابها هي وابنها كان معاها أكل ومية، لكن مع الوقت الأكل والمية خلصوا والطفل عمال بيصرخ من الجوع. وكان في جبلين في المكان اللي هم فيه، جبل الصفا وجبل المروة اللي احنا بنسعى ليهم في العمرة 7 أشواط رايح جاي، وده زي ما ستنا هاجر عملت بالظبط. فكانت بتروح عند جبل الصفا وتطلع وتبص من عليه تدور على زرع أو مية أو ناس، فما تلاقيش فتنزل وتروح جارية على جبل المروة وتطلع وتفضل برضه تدور على زرع أو مية أو ناس وما تلاقيش، وتفضل من الجبل ده للجبل ده 7 أشواط رايح جاي بحثا عن المية أو الأكل أو حتى ناس، لحد ما في مرة وهي عند جبل المروة سمعت صوت، فنزلت تشوف إيه الصوت ده. الصوت ده كان سيدنا جبريل ضرب الأرض بجناحه فطلعت مية اللي هي بئر زمزم اللي احنا عارفينه لحد النهاردة. وستنا هاجر لما شافت المية اتفاجئت وجريت عليها وفضلت تحوط المية من كل اتجاه خوفا من ان المية تخلص، فكانت عايزة تحافظ على كل نقطة مية، ما كانتش عارفة ان المية دي ما بتخلصش وهتفضل تطلع لنا لحد يوم الدين اللي هي مية زمزم. بس هي كانت خايفة كطبيعة اي المية ممكن تخلص وابنها مش هتلاقي تأكله ولا تشربه تاني، ففضلت تلم الرمل بإيديها حوالين المية علشان المية ما تهربش. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث له قال فيما معناه رحم الله أم إسماعيل، لو ما كانتش حجزت على المية بإيديها وحوطتها ما كانش هيبقى بئر زي ما هو موجود دلوقتي، كان هيبقى نهر، لكن دي إرادة ربنا. وفي الوقت ده كان في قبيلة ماشية في الصحراء وشافوا طيور بتحوم حوالين المكان ده، والطيور طالما بتحوم حوالين مكان فمعنى كده ان المكان ده اكيد فيه ميه، فراحوا وقتها ولقوا بئر زمزم ولقوا ستنا هاجر فاستأذنوها ان هم يقعدوا في المكان، ومن هنا بقت مكة موجودة لحد دلوقتي. وتمر السنين وبعد احداث كتير سيدنا ابراهيم بيشوف رؤية حلم وهو نايم، ورؤية الانبياء هي وحي، يعني لو شاف رؤية هو لازم ينفذ اللي شافه. والرؤية كانت انه شايف نفسه وهو بيذبح ابنه اسماعيل. وتخيل اب كان نفسه في ابنه وربنا يرزقه بيه بعد 86 سنة وربنا يطلب منه انه يذبحه. فسبحان الله كان اختبار وابتلاء لسيدنا ابراهيم، لكن سيدنا ابراهيم كان قد الاختبار. المهم سيدنا ابراهيم بعد ما شاف الرؤيا راح لابنه وقال له قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا ابني انا حلمت اني بذبحك في المنام وده حلم، فقول لي انت شايف ايه؟ فابنه رد عليه ولانه عارف ان رؤيا الانبياء لازم تتنفذ قال يا ابتي افعل ما تؤمر، اعمل اللي ربنا امرك بيه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. يا بابا اعمل اللي انت شايفه، ان شاء الله انا هكون صابر وموافقك على كل اللي انت هتعمله لاني عارف ان ده امر من ربنا واحنا لازم نطيعه. الاب سمع كلام ربنا والابن طاع والده، فكأن ده درس لطاعة سيدنا ابراهيم لاوامر ربنا وطاعة سيدنا اسماعيل لابوه سيدنا ابراهيم. وفعلا سيدنا ابراهيم راح وجاب سكين وكان هيذبح سيدنا اسماعيل،
لكن ربنا قال: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ربنا في الوقت ده نزل من السماء كبش عظيم من الجنة. انت يا إبراهيم نجحت في الاختبار والابتلاء، فربنا كافئك ونزل لك كبش من الجنة. وسيدنا إبراهيم ذبح وقتها كفداء لسيدنا إسماعيل ابنه. وهي دي القصة اللي بسببها احنا بنضحي كل سنة في عيد الأضحى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك وتكتب لي رأيك في الكومنتات وتعمل شير. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم يا رب. كان معاكم سلام.